يا صباح الفل. صباحكم ابيض زي قلوبكم ان شاء الله. يجعل صباحكم هنا وسعادة زي ما انتوا شايفين. دي صور مشترياتي اللي اشتريتها من السوق. قبل ما نبدأ معاكم الفيديو نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة. بالصلاة على الرسول تنفك العقد على طول. زي ما انتم شايفين كده معايا، انا عرضت لكم صور في اول الفيديو لشوية مشتريات خفيفة بسيطة انا نزلت اشتريتها من السوق. عملت تسويقة كده بسيطة جدا يعني. يعني حاجات اللي انا يعني هستخدمها يومين ثلاثة كده بس. يعني الله المستعان. الحاجة غالية جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. انا دلوقتي بعرض لكم البنجر. انا اشتريت بنجر واشتريت ليمون. دي يعني حاجة انا اشتريتها. البنجر ب10 جنيه الكيلو. الليمون يعني مش فاكرة، بس هو سعره كويس، يعني سعره مش غالي قوي. وده بتنجان. صراحة في حاجات غالية جدا وفي حاجات مش في متناول ايد كل الاسر بجد. يعني كيلو البطاطس ب10 جنيه. يعني آه، يعني الناس اللي عندها أسرة كبيرة دي اما تيجي تعمل بطاطس عايزة لها قد ايه عشان تقلي بطاطس. وازازة الزيت بقت بكام؟ دي ازازة الزيت ب35 جنيه. الرز غالي، الدقيق غالي، السمنة غالية. يعني بصراحة ربنا يرحمنا برحمته ويتولانا ويرفع عنا هذا الغلاء ده يا رب. جبت لفت زي ما انتم شايفين. اللفت ده الكيلو ب2 جنيه ونص. طبعا رخيص قوي يعني. ومال السوق طبعا كل سنة وانتم طيبين. هو دايما بيظهر في الشهور دي بقى عشان الشتاء وكده. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم وعلينا الأيام بخير يا رب. اشتريت لفت زي ما انتم شايفين معايا. آه جبت ايه تاني؟ دي طماطم. طماطم غالية. انا كنت جايباها ب8 جنيه. غالية مش رخيصة. بصوا بس حلوة يعني. حلوة وحمرة وانقيها. لكن في تعبية بصراحة كانت ب5 جنيه كيلو، بيديك الشروة على بعض ب20 جنيه، ال4 كيلو ب20 جنيه. لا انا ما بحبش اشتري الطماطم ولا الحاجات بتاعتي شروة. يعني هو الراجل هو اللي عبيلي بايده علشان بيبقى فيها مفعص وبيبقى فيها مش حلو. فانا بحب انقي كل حاجة بايدي حتى لو اغلى 2 جنيه 3 جنيه. مش مشكلة. حزمة الجرجير دي يا جماعة بجنيه. انا ما اعرفش بصراحه في ايه، يعني إيه اللي مغلي الحاجه قوي كده مش عارفه. بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده، ده عيش بلدي. انا رحت اشتري العيش بالبطاقه بتاعه التموين، لقيت الفرنه خلصت. رحت متأخرة شوية فاشتريت من الفرنة عيش عادي من غير البطاقة. بصوا الرغيف ده بجنيه. والله العظيم ده هو باين في الكاميرا ان هو كبير، لكن هو ولا كبير ولا حاجة. ده لدعة صغير جدا وحياة ربنا. ربنا يرحمنا برحمته ويرفع عنا هذا الغلاء يا رب، لان والله الحاجة مش في متناول ايد الجميع بجد. والله ربنا يرحمنا برحمته. دلوقتي الاسر الله يعينها ويتولاها. زي ما انتم شايفين معايا انا جبت كرومبايه. كرومبايه كانت حلوة ب10 جنيه. يعني كانت حلوة. رمت معايا شوية ورق حلوين، عملت منها حلة كبيرة واتبقى برضو ورق الحلة صغننة. فكانت جميلة يعني، كانت حلوة ومسكرة ومعسلة وبلدي. بصراحة يعني كانت جميلة. اللفت اللي انتوا شفتوه معايا ده انا هعمله معاكم في فيديو لوحده ان شاء الله. اشتريت ايه تاني؟ انا اشتريت سمك وسمك بولتي واشتريت سمك بوري. بصوا يا جماعة، ده السمك البولتي. السمك البولتي ده ب40 جنيه الكيلو. واشتريت دلوقتي انا هوريكم السمك البولتي. انا دلوقتي بوريكم الخل والطحينة. بصوا انا عايزة اوريكم كيس الطحينة. والله العظيم ده ب10 جنيه. لا دعاية يا جماعة. انا كنت زعلانة وانا بشتريها لان انا المفروض كنت اعملها. انا بعملها وبعملها في البيت وبتبقى جميلة وانضف واضمن. بس انا ما كانش عندي وكنت مستعجلة بقى عايزة اشتري يعني حاجتي وكده. واشتريت خل تقريبا. اشتريت تقريبا الخل ب6 جنيه يعني على ما اعتقد. واشتريت خيار واشتريت جزر
واشتريت السمك الماكريل وسمك بوري وسمك بولتي. بصوا الماكريل ده يا جماعة الكيلو ب60 جنيه، الماكريل الكيلو ب60 جنيه، ده كان ب20 جنيه وب15 جنيه وب25 جنيه، والبولتي ده ب40 جنيه الكيلو. بصوا يعني الحاجة غالية جدا. يعني والسمكة الكبيرة الأكبر من دي بيقولك ب45 جنيه، وانا بحبش الكبير، انا بحب الوسط الصغير. وده بقى الماكريل، انا الماكريل معرفش، قولولي انا اتضحك عليا ولا ايه؟ انا ب60 جنيه والله، وانا مستغربة، ده الماكريل ده كان برخص التراب، ازاي وصل ل60 جنيه؟ مش عارفة. انا طبعا هعمل معاكم السمك البلطي ده مشوي، انا هشوي منه جزء وهقلي منه جزء لان احنا بنحبه مقلي، بس عندنا فرد واحد بس اللي بياكله مشوي. جبت دقيق وجبت رز، الرز ب16 جنيه. بصوا زي ما انتوا شايفين، طبعا الرز غالي يعني بصراحة، ربنا يرحمنا برحمته والله. ودقيق. وهعمل معاكم الماكريل ده صينيه برضو في فيديو هيعجبكم جدا، وهعمله معاكم بطريقه حلوه قوي قوي، لو جربتيها هتعجبك جدا. واشتريت برسيل جيل، وده جولد، ده اسمه جولدن، ده بريحة العود، زي معطر كده للأرضيات، أنا بحب أستخدمه أمسح بيه الأرضيات، المطبخ، التواليت، الرخامة كده يعني. جميل، ريحته حلوة جدا، وفي منه أنواع كتيرة أوي، أنا معرفش هو موجود عندكم ولا ايه. واشتريت مولتو، أنا جبت كذا واحدة مولتو، المولتو بقت ب7 جنيه، عشان احنا بنحب نشرب بيها الشاي وكده. دي شوية الحاجات اللي انا جبتهم والله. بصوا يعني انا استخدمت البتنجان في يوم، السمك في يوم، الكرنبة عملتها يوم، يعني بصوا شوية حاجات بتاعت 3 ايام او يومين، ما استهلكتهاش مثلا حاجة اسبوع ولا حاجة. بجد ربنا يرحمنا برحمته، وكلفت مبلغ كبير والله. يعني شوية الحاجات دول متهيألي دخلوا لهم في حوالي 300 جنيه. فيعني ممكن الواحد لما كان بينزل ب300 جنيه زمان كان بيجيب شيء وشويات، كان بيجيب خضار ياما، وكان بيجيب حاجات كتيرة. دلوقتي والله ما بقاش فيه بركة في اي حاجة. بص انا بوريكم المعطر بتاع الارضيات، جميل جدا، اسمه جولدن، حلو حلو بصراحة، وريحته حلوة قوي، وانا بحب استخدمه يعني. بس وده البرسيل، انا بستخدم برسيل جل، بكون بغسل حاجة على ايدي ولا حاجة بستخدم لها البرسيل. زي ما انتوا شفتوا معايا كده، يعني حاجات بسيطة لا تذكر وعملت مبلغ، فالله يعين الناس يا رب، ربنا يبعت لنا رزقنا جميعا يا رب، ويرفع عنا هذا الغلاء ويا رب يا رب يفكها علينا على كل متضايق. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.